لك أنه أول دولة إسلامية اعترفت أساسا بإسرائيل هي تركيا، وهذا كلام صحيح. مقاليد الحكم في سوريا سيسمح له التمدد في لبنان وفي العراق وفي الدول العربية على رأسها مصر والأردن ودول شمال أفريقيا أيضا، ويكون الذراع الثاني المرحلة الثانية هي تمدد الحركات الإسلامية الراديكالية السنية على تركيا تحصل على طيارات F-35. وهذا سيسمح اللوبي اليهودي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية بأن تركيا تحصل على طيارات F-35 وتنافس إسرائيل في الشرق الأوسط. هذا شبه مستحيل. مساء الخير لكل الأخوة اللي دخلوا معنا اللايف، تحياتي لكم كل باسمه ورسمه، وأسعد الله أوقاتكم جميعا. طبعا مثل ما قلنا لكم جميع الأخبار اللي تصدر الآن بالنسبة لنا والأخوة المتابعين هي أغلبها راح يشوفها أخبار قديمة. ليش؟ لأنه ذكرنا هذا الأخبار بشكل موسع خلال 3 سنوات اللي فاتت، لكن إحنا بدنا نشوف الإعلام ونتابع أيضا ما يحدث على الأرض من أخبار، ودائما نحن نتطرق إلى ما هو جديد ونعطي نظرة إلى المستقبل بشكل مستمر دائما. لكن لابد أنه إحنا نواكب الأحداث أيضا، وهذا هام للغاية. طبعا التقرير الأول اللي صدر من جريدة فاينانشال تايمز، ماذا تقول جريدة فاينانشال تايمز اليوم؟ تقول التوتر بين تركيا وإسرائيل تتصاعد، التوترات بين تركيا وإسرائيل تتصاعد بسرعة وقد تتطور إلى مواجهات عسكرية. وفقا لمحللين، بس مو قايلين المحللين من هم، فإن الحرب التي خاضتها إسرائيل مع إيران على مدار 12 يوما قد غيرت التوازنات الإقليمية وتثير ثقة تل أبيب في مكانتها كقوة رائدة في الشرق الأوسط قلقا متزايدا في أنقرة. طبعا الدفعة المعنوية والعسكرية اللي حصلت عليها إسرائيل تثير قلق أنقرة، وهذا أمر شفناه من خلال جميع التصريحات اللي طلعت من الساسة الأتراك خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي استمرت 12 يوم. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مؤخرا: المشكلة ليست الفلسطينيين أو اللبنانيين أو الإيرانيين، المشكلة هي إسرائيل. يعني يعتبر هاكان فيدان أن المشكلة ليست من إيران ولا من الفلسطينيين في غزة ولا حتى من حزب الله ولا الإيرانيين ولا الحوثيين، المشكلة هي إسرائيل ذات نفسها، وجود إسرائيل هو المشكلة. طبعا هنا حسوا الأتراك بالخطر المحدق القادم إلى تركيا نفسها، فلذلك بنشوف التصريحات اللي بتصدر من الساسة الأتراك ضد الإسرائيليين وبشكل قوي وعنيف جدا، وهم كانوا حلفاء لأمس. طبعا في كتير راح يطلع ويقول لك إنه أول دولة إسلامية اعترفت أساسا بإسرائيل هي تركيا، هذا كلام صحيح. أقوى تحالف كان موجود اقتصادي في المنطقة الشرق الأوسط كلياته كان التحالف الاقتصادي التركي الإسرائيلي، ناهيك عن التحالفات العسكرية اللي كانت موجودة. فجل الطيارين الإسرائيليين كانوا يتدربون في الأجواء التركية، وكثير من الاقتصاديين يعرفون تماما بأن جميع المستوطنات اللي بنيت على الأراضي الفلسطينية هي من إسمنت وحديد تركي، شركات تركية قامت بالأعمار في إسرائيل. وهاي أعتقد أنه أغلب الاقتصاديين والمراقبين في العالم يعلمون أنه تركيا هي الأساس في بناء دولة إسرائيل في المنطقة كلياتها من أول التاريخ إلى الآن. نعم هذا الكلام كله صحيح، لكن قواعد التحالفات تغيرت الآن. فمثل ما تركيا كبرت إسرائيل وقوتها
وعمرت إسرائيل ووقفت مع الاقتصاد الإسرائيلي لسنوات طويلة جدا، سوف تدفع الثمن الآن. سوف تدفع الثمن الآن بسبب إيش؟ المصالح الاقتصادية المتضاربة ما بين تركيا وما بين إسرائيل، وخصوصا المتعلقة في المعابر الاقتصادية. خلونا نكمل. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مؤخرا: المشكلة ليست الفلسطينيين أو اللبنانيين أو الإيرانيين، المشكلة هي إسرائيل. لم تعد مثل هذه التصريحات نادرة ولا تصدر فقط عن المتطرفين، بل أيضا عن وسائل الإعلام التركية وكذلك من داخل أجهزة الدولة. ردا على ذلك، تزداد مخاوف إسرائيل من دور أنقرة. يعتقد جزء من الكتلة الأمنية الإسرائيلية أن تركيا قد تشكل تهديدا أكبر من إيران في المستقبل، وهذا حقيقي. أن تركيا ستكون في المستقبل إلها نفس دور إيران. طبعا هذا أنا شرحته مفصلا ومطولا في حلقات عديدة جدا، وتبادل الأدوار في المنطقة المرسوم للدول ما بين إيران وتركيا. يعني احنا شفنا من عام 79 إلى 2024 كان تقريبا تمدد القوى الشيعية وتصدير فكر الثورة الإسلامية لطرح الخميني بولاية الفقيه على منطقة وطغى على الشرق الأوسط. وحكينا موضوع هام للغاية بأن المعادلة الآن بدأت تتغير. سيتم القضاء على الأذرع الإيرانية والشيعية وتستبدل بالحركات الإسلامية الجهادية اللي محسوبة على فكر تنظيم القاعدة. وبلشت بوادر هذا الموضوع واضحة بتسليم جبهة النصر اللي هي زعيمة كان أبو محمد الجولاني مقاليد الحكم في سوريا، وسيسمح له التمدد في لبنان وفي العراق وفي الدول العربية على رأسها مصر والأردن ودول شمال أفريقيا أيضا. ويكون الذراع الثاني، المرحلة الثانية، هي تمدد الحركات الإسلامية الراديكالية السنية على حساب الحركات الشيعية اللي كانت موجودة، والاثنين بينفذوا نفس الأوامر. طبعا الأب الروحي لجميع الحركات الراديكالية الإسلامية اللي محسوبة على تنظيم القاعدة وحركة إخوان المسلمين هي تركيا. هي الأب الروحي اللي راح ينطلق منه مثل إيران تماما. مثل إيران تماما راح تقوم بنفس هذا الدور. لكن بدنا نفكر بنقطة هامة للغاية هنا. إيران اعتمدت على النفط العراقي. إيران اعتمدت على النفط العراقي وقت لما صار عليه حصار وضربات. تركيا من أين لها الموارد بأنه تمول تلك الحركات الإسلامية اللي راح تطلع في المنطقة؟ تركيا أيضا سوف تحتاج إلى تمويل لأنه تستطيع أن تمول الحركات الإسلامية، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالفترة القادمة. طبعا ردا على ذلك، نرجع لمقالة الفاينانشال تايمز، ردا على ذلك تزداد مخاوف إسرائيل من دور أنقرة. ويعتقد جزء من الكتلة الأمنية الإسرائيلية أن تركيا قد تشكل تهديدا أكبر من إيران في المستقبل، وكموازنة لذلك تزيد إسرائيل من تفاعلها مع القوى الكردية في سوريا. هذا حديث الفاينانشال تايمز، بتقول ردا على المخاوف من تركيا تقترب الآن إسرائيل أكثر من القوى الكردية، سواء كانت في باشور أو باكور أو حتى في سوريا. القنوات الدبلوماسية بين أنقرة وتل أبيب متجمدة تقريبا، وتواجه واشنطن مهمة صعبة تتمثل في منع أزمة جديدة بين حليفتها. طبعا ليس من مصلحة واشنطن في المرحلة الحالية أي صدام ما بين تركيا وإسرائيل، لأن واشنطن إلى الآن لديها مصالح مع تركيا، حتى ولو في فتور، في جفاء، في عدم مساعدة تركيا اقتصاديا. لا بالعكس، يقومون بتعميق جراح تركيا. طبعا في اللقاء الأخير اللي حصل ما بين أردوغان وترامب في قمة الناتو، وظهر أردوغان بكذبات مرة ثانية
للشعب التركي، وقال أنه أمريكا وترامب متفقة معنا على تسليح جيش التركي مرة أخرى بطيارات F-35. طبعا هذا الكلام ما بيصدقوا إلا الجهلة كتير من الشعب التركي، يعني تمر على الشعوب. ليش؟ لأنه ما بتفقه بالقوانين وما بتعرف الاقتصاد وما بتعرف الشعوب المسائل السياسية وكيف تدار في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه يحتاج الأمر لموافقة الكونغرس ومسألة S-400 ومين بيسيطر على الكونغرس لحتى يطلع قرار أو يصدر قرار أنه تركيا تحصل على طيارات F-35. وهل سيسمح اللوب اليهودي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية بأن تركيا تحصل على طيارات F-35 وتنافس إسرائيل في الشرق الأوسط؟ هذا شبه يعني مستحيل. لكن هو مثل ما قلنا لكم أنه يحاول أردوغان يقنع الداخل التركي بأنه علاقاته على ما يرام مع الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع تركيا كما تتعامل مع إسرائيل، وهذا لإرضاء شريحة كبيرة من العلمانيين الموجودين داخل تركيا بأنه تركيا لساتها بالحلف الغربي وحلف الولايات المتحدة الأمريكية. لكن حقيقة الأمر مستحيل، وهذا الكلام فقط للاستهلاك الإعلامي الداخلي. ونحن شفنا آلاف التصريحات اللي بيصدر فيها من أردوغان على مدار 20 سنة اللي فاتت، وأنها كلياتها كانت للاستهلاك الإعلامي الداخلي. قبل سنتين شفنا أردوغان لما طلع على الشعب التركي وقال نحن اكتشفنا آلاف أو تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في البحر الأسود، وأنه سوف ينقل تركيا من دولة إلى مصافي الدول العالمية المتقدمة جدا. أنه هذا الغاز رح يكون بديل عن الغاز الروسي وقريب من حدود أوروبا. وعملوا احتفالات داخل تركيا، وظن كل الشعب التركي أنه فعلا أنه رح يكون مستقبل تركيا مستقبل اقتصادي هائل جدا. وطلع هذا كله كلام. وين الغاز؟ وين الاكتشافات هاي؟ وين المشاريع هاي؟ ولا شيء، كانت للاستهلاك الإعلامي فقط. يعني مثال، طبعا شفنا أزمة البحر المتوسط ما بين يونان والسفينة اللي كانت بتنقب على الغاز أيضا قبالة السواحل التركية في المياه الإقليمية اليونانية والقبرصية، لما حصلت أزمة أيضا مع أوروبا. وكمان أعلن أردوغان وقتها اكتشاف حقول غاز هائلة جدا في المتوسط، وأنه هاي الحقول الغاز يجب أن يتسلح الشعب التركي كلياته، لأنه هي من حق تركيا، وهي اللي راح تنقل تركيا من مصاف الدول المتوسطة إلى الدول الغنية جدا. كمان كان هراء هذا الكلام كلياته. طبعا شفنا وقوف تركيا أيضا مع أذربيجان في حربها اليونانية على معبر ناغورني كاراباخ، اللي كانت تطمح روسيا بأنه يكون أحد المعابر الاقتصادية الهامة اللي بيمر من جميع الدول اللي هي متحالفة مع روسيا عبر ناغورني كاراباخ. فتخلت عن حليفها الأرمني الهام للغاية، وأشار الأرمن بالظلم الشديد أنه هم حلفاء تاريخيين للروس، وروسيا توقف مع أذربيجان وتركيا وتجبر الأرمنيين الانسحاب من معبر أو ناغورني كاراباخ، على أساس يمتد مشروع اقتصادي هائل جدا بالنسبة للروس. هنا أنا ذكرت لكم وقتها أنه أكثر دولة حليفة لأذربيجان بالعالم كلياته هي إسرائيل، ومن المستحيل أنه أذربيجان تعادي إسرائيل مشان تركيا. وهذا الكلام أعتقد أنه كثير منكم بيتذكر هذا الكلام. طبعا الأذربيجانيين بعد ما أخذوا ناغورني كاراباخ وما كانوا واعدين الروس بشيء، كانوا واعدين الأتراك، والأتراك واعدين الروس، لأنه إذا ساعدتينا
بأنه أذربيجان تأخذ معبر ناغورني كاراباخ، أنه إحنا راح نعمل المشروع الاقتصادي أو الأنبوب القفقازي اللي بيجي من الدول السبع الناطقة باللغة التركية وتجتمع كلياتها وتمر في الأراضي التركية ومنها إلى أوروبا، بدل نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2. فالروس ساعدوا الأتراك بهذا الموضوع، لكن الأذريين انقلبوا على الأتراك، فأحس الروس بطعنة كبيرة جدا من الأتراك وعملية خداع. وحصلت الضربة الثانية في سوريا أيضا نفس الشيء. يعتبر الروس بأن الأتراك طعنوهم في سوريا أيضا. فشفنا اليوم عملية، طبعا أرمينيا هنا لما حست بالظلم من روسيا، الرئيس الأرمني بدأ يغير من تحالفاته. ليش أذربيجان هي حليفة أمريكا وحليفة إسرائيل، بدأ يقترب وقدم طلب أيضا أنه سري بأنه أرمينيا تنضم إلى حلف الناتو. اليوم شفنا انقلاب على الرئيس الأرمني بمساعدة الروس، لأن الروس حاليا ما راح يتركوا هاي الشغلة للأتراك. طبعا راح نكمل في تقرير أيضا رئيس أرمينيا في أرمينيا وأذربيجان نحتاج إلى السلام، الاتفاق يفتح صفحة جديدة. شوفوا الاتفاق اللي حصل هذا طبعا امبارح. أجرى EL-PAS مقابلة مطولة سيفيليا إشبيليا، هاي الجريدة 5 يوليو 2025. أجرى مقابلة مطولة مع رئيس أرمينيا فاغان طاشكوتريان، هيك اسمه، خلال مشاركته في قمة الأمم المتحدة بإشبيلية، حيث توقع الموقع الصادر في 5 يوليو. طبعا ترجمة المقالة، الشيء المهم في المقالة، وصف الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في مارس 2025 بأنه بمثابة فتح صفحة جديدة في العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، مشددا على أن كل من أرمينيا وأذربيجان والمنطقة بأكملها بحاجة إلى السلام. طبعا هنا حي برعاية الاتحاد الأوروبي، وكان وراء هذا الاتفاق شوفوا دولتين متعاديتين تاريخيا، هذه أرمينيا وأذربيجان يجذبهم الآن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى طاولة مفاوضات واحدة، ويتم الاتفاق بسبب مصالح الإسرائيلية الأمريكية في المنطقة. شوف الغريب بهذا الموضوع، مثل ما حصل بالاتفاقية اللي حصلت ما بين كوريا الجنوبية واليابان، أيضا دولتين متخاصمتين في بيناتهم حروب وعداء كبير جدا، لكن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية اقتضت بأن تجلب الحليفين المتناقضين المتحاربين المتعاديين إلى طاولة مفاوضات واحدة، وحصلت ما بيناتهم اتفاق. وهذا ما حصل ما بين أرمينيا وأذربيجان. طبعا مثل ما قلنا لكم أن الرئيس الأرمني لما حصل ظلم كثير من الحليف التاريخي اللي هو روسيا، توجه الرئيس الأرمني نحو الحلف الغربي والولايات المتحدة الأمريكية، مع أنه أذربيجان هي حليفة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هنا شو دور تركيا بهذا الموضوع؟ خلونا نقرأ المقالة كاملة وبعدين نرجع مرة ثانية نعقب على الموضوع. طبعا أهم ما جاء في المقابلة طويلة جدا، لكن أهم ما جاء بالمقابلة وصف الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه في مارس 2025 بأنه بمثابة فتح صفحة جديدة في العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، مشددا على أن كل من أرمينيا وأذربيجان والمنطقة بأكملها بحاجة إلى السلام. هذا ما يتحدث فيه الرئيس الأرمني. أشار إلى أن بنود الاتفاق تشمل الاعتراف المتبادل بالحدود السيادية، تعاون مستقبلي في الاقتصاد والأمن ما بين أذربيجان وأرمينيا طبعا. وقال أن أرمينيا جاهزة لتوقيع الاتفاق فورا دون شروط مسبقة. حول أقليم ناغورني كاراباخ، أكد أن الأقليم ينتمي جغرافيا إلى أذربيجان الرئيس الأرمني، وأن أرمينيا لم تستفد من فرصة تحديد وضع الأقليم بالديمقراطية خلال السنوات الماضية. تطرق إلى أن أزمة النازحين بعد عام 2023، موضحا أن حوالي 115 ألف أرمني نزحوا واستقبلتهم الحكومة الأرمنية بدعم من الاتحاد الأوروبي والدول
الشركة، ووصف الوضع بأنه كارثة إنسانية. تحدث عن التوجه الجيوسياسي الجديد لأرمينيا. شو هو أرمينيا بدها تعمل من السياسة جديدة، يعني بعد قضية ناغورني كاراباخ والمسألة اللي حصلت فيها، وكمان الطعن الروسي اللي حصل بالنسبة لحليفه أرمينيا. تحدث عن التوجه الجيوسياسي الجديد لأرمينيا، الانفتاح على الاتحاد الأوروبي. هاي قلتها قبل ما أقرأ التقرير أيضا. الانفتاح على الاتحاد الأوروبي مع رغبة شعبية بنسبة 65% بدعم الانضمام وفقا للاستطلاع في أكتوبر 2024. السؤال الذي يطرح نفسه: هل أرمينيا دولة أوروبية كجغرافيا؟ هل تقع في أوروبا أم آسيا؟ يعني هناك طلب أرمني بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي طبعا، والانضمام إلى حلف الناتو، وهذا خط أحمر بالنسبة للروس، خط أحمر بالنسبة للروس، ومن حق الأرمن طبعا، لأنه روسيا أساسا ما وقفت معه، وهي حليف لسنوات طويلة جدا، 1000 عام، وكانت رأس الحربة بالنسبة للحرب القيصرية الروسية مع الدولة العثمانية اللي تسمى بحرب 300 عام. والأرمن دفعوا مئات الآلاف من القتلى في تلك الحروب اللي حصلت، وتتخلى عنها روسيا بعد كل هاي السنوات لصالح أذربيجان اللي هي حليفة إسرائيل وأمريكا، وبخدعة من أردوغان. هذا كان أمر صعب جدا على الأرمن، فلذلك توجهوا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. طيب، قال الانفتاح على الاتحاد الأوروبي مع رغبة شعبية بنسبة 65% بدعم الانضمام وفقا للاستطلاعات في أكتوبر عام 2024. الحفاظ على علاقات محدودة مع روسيا. الحفاظ على علاقات محدودة مع روسيا. شريطة الحفاظ على سيادة الأراضي. تقارب متزايد مع الولايات المتحدة الأمريكية وفتح قنوات التعاون الأمنية والاقتصادية. أشار أيضا إلى أن زيارة رئيس الوزراء باشكشيان إلى تركيا كخطوة رمزية على طريق تطبيع العلاقات وفتح الحدود المغلقة منذ عقود. أشار إليها أيضا. تناول التوترات الداخلية في أرمينيا مثل اعتقال رجال الدين واتهامهم بالتخطيط لانقلاب عسكري، واعتبر أن ما يجري هو حرب هجينة تستهدف استقرار الدولة الأرمنية. طبعا هنا الروس بدأوا بتحريك الكنيسة الأرثوذكسية الموجودة في أرمينيا. نحن نعرف كلياتنا أنه الأرمن هم أرثوذكس بغالبيتهم العظمى، ومرتبطين بالكنيسة الأم الأرثوذكسية اللي موجودة في موسكو، وتعتبر نفسها موسكو هي الراعي الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية. مين من الدول الأرثوذكسية اللي موجودين؟ كتير، تقريبا كل مسيحية الشرق أغلبيتهم أرثوذكس، ومسيحية دول البلقان، وحتى اليونان. يعني حتى الأراضي اللي موجودة الآن، اللي كانت هي للدولة البيزنطية سابقا، يعني مثل القسطنطينية، يعني اسطنبول، إزمير، المناطق هاي كلها كانوا من الروم الأرثوذكس اللي هم تابعين للكنيسة في موسكو. فلذلك قامت روسيا بتحريك رجال الدين في الكنيسة الموجودين في أرمينيا بعمل انقلاب في أرمينيا الآن بعد ما توجهت أرمينيا إلى الغرب. طبعا شوف، احنا هون بالعقائد المسيحية بدنا نتحدث شوي قليلا وما نتعمق بهذا الموضوع كدينيا. نعرف الأمريكان معروفين إن هم إيش؟ تابعين للكنيسة الإنجيلية. الكنيسة الإنجيلية اللي ما بتعترف إلا بالإنجيل، واللي بيسموهم المسيحيين الصهاينة أو الصهيونية المسيحية. شوف، في الصهيونية اليهودية أو الصهاينة اليهود، وفي الصهيونية المسيحية، وهؤلاء يعتبرون هم الصهاينة المسيحيين اللي بيعترفوا فقط بالإنجيل والعهد القديم، التوراة هو طبعا لليهود. فلذلك بتشوفهم هم المدافعين عن النصوص القديمة اليهودية أو النصوص القديمية التوراتية أكثر من
أكثر من اليهود نفسهم. فتوجه هؤلاء إلى الكنيسة الإنجيلية بالنسبة للأرثوذكسيين يعتبر هذا كفر. هذا يعتبر كفر شديد جدا بالنسبة للأرثوذكسيين. هلا الكاثوليك الموضوع مختلف تماما معهم. جل أوروبا وغالبية أوروبا هم كاثوليك. طبعا قسم من بريطانيا أيضا هم أيضا تابعين للكنيسة الإفنجيلية. الكنيسة الإفنجيلية هنا معتقدها يختلف عن الإنجيليين الشرقيين أو الإنجيليين العميقين أو ما يسمونها بالصهاينة، الصهاينة المسيحيين، أو اللي يؤمنون بالمفهوم الصهيونية المسيحية. وهؤلاء هم اللي بيحكموا العالم. عشان أفهمكم شلون المسألة، أنه صراع الكنائس القديم اللي قام في العصور الوسطى كانت ما بين كنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية. وهنا حصل صراع طويل مع سنوات طويلة جدا. طبعا هذا الموضوع أو الصراع الكنائسي الموجود هذا اختفى يعني نوعا ما، أو جمد لمرحلة طويلة جدا. الآن يبدو أنه حان الوقت لإعادة إحياء الحرب الكنائسية ما بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية اللي بتقودها موسكو طبعا. وهذا موضوع بحث آخر راح نتداوله بفترات متقدمة أكثر من الآن، لأنه الموضوع مبكر كتير لهذا الموضوع اللي نتحدث فيه. طبعا مثل ما قلت لكم روسيا تحس أو حاسة أنه تركيا طعنتها في الخلف، وساعدت الأتراك والأذريين ضد الأرمن في ناغورنو كاراباخ. والأرمن شعروا بظلم شديد لأنه الروس الحليف الاستراتيجي الروس تخلوا عنهم، فتوجهوا إلى الإسرائيليين والأمريكان والاتحاد الأوروبي. وهذا دق ناقوس الخطر في الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو، اللي حركت الكنيسة الأرثوذكسية في أرمينيا. وحصلت الاضطرابات اللي حصلت والانقلاب اللي بيحصل الآن. لا يمكن لروسيا للسماح أبدا لأرمينيا بالخروج عن الحلف الكنائسي الموجود أساسا من مئات السنين. وهذا أمر واضح للغاية. هذا المصالح الاقتصادية والمسائل هاي. طبعا الروس لن يتركوا الأتراك، لكن الآن لديهم مسألة أوكرانيا، يعني من دون رد ما راح يتركوا الأتراك. وقريبا جدا سيبدأ الروس بالتحرك ضد الأتراك، لأنه بيحسوا أنه أردوغان أيضا خدعهم وضربهم صفعهم. أكلوا الروس صفعتين، صفعة في سوريا وصفعة في أرمينيا أو أذربيجان. طبعا هنا اللعبة خبيثة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية هي بالأساس اللي من دفعت لأردوغان بالتوجه نحو الروس، وهي اللي لعبت اللعبة كلياتها بحيث أن أردوغان يطعن في الروس أيضا. فولدت عداء كبير جدا خفي الآن ما بين الروس والأتراك، وهذا اللي راح يتحرك في المستقبل. يعني في كثير من الناس بتظن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي بدها تحارب تركيا. لا، اللي بده يحارب تركيا وتحركوا لشن عداء كلياتهم هي الكنائس الأرثوذكسية اللي موجودة حول تركيا. قبرص، اليونان، بلغاريا، روسيا، أرمينيا، وشريط الحدودي هذا كلياته الغربي من الأعلى. يعني تركيا لن يكون من الشرق. فبتشوفوا أنتم الآن الأتراك مسرعين بشكل كبير جدا إلى حل القضية الكردية لسد الجبهة الشرقية بالنسبة لهم والتفرغ للجبهة الغربية. واضح؟ الأتراك الآن بنشوفهم يسرعون بشكل ويهرولون الآن إلى القائد عبد الله أوجلان وحل القضية. وفي لقاء يعني اليوم شفنا أيضا في التقارير الأخبارية من دام بارتي بعد ما ذهبوا إلى القائد عبد الله أوجلان أنه هناك في لقاء أو ممكن يكون في لقاء ما بين أوجلان وأردوغان. طبعا هاي
مفارقة تاريخية لم تحصل أبدا قبل الآن. شلون؟ حسب طبعا تصنيفهم الأتراك زعيم أكبر منظمة إرهابية، وموجود عندهم في السجن 26 سنة 27 سنة، يضطر الرئيس التركي إلى مقابلته. معناته شقد في خطورة بالموضوع مدركينها الأتراك. طبعا اليوم طلع تقرير من قوات الجيريلا بشكل واضح أيضا يطالبون الأتراك في الانسحاب من سوريا والانسحاب من كردستان العراق قبل أي محادثات سلام. أدركت الحركة التحرر الوطنية الكردية بعد عناء شديد طبعا معهم بأنه فعلا الأتراك في مأزق شديد، وهذا المأزق لا يمكن حله إلا بحل القضية الكردية، وبشكل واضح وصريح وعملي. بغير هيك ستكون الجبهة التركية من الناحية الشرقية هشة جدا في المستقبل. شوفوا، في تحالف روسي إسرائيلي أمريكي يوناني قبرصي بلغاري كله ضد تركيا. حتى أوكرانيا اللي هي في حرب مع روسيا، أوكرانيا اللي هي في حرب مع روسيا وحرب امتدت طويلة جدا وصراع، راح تدخل بالحلف ضد تركيا. ليش؟ اللي حصل بالنسبة للأوكران من الأتراك أيضا يعتبرون الأوكران خيانة من الأتراك، ويكرهون الأتراك أكثر دولة في العالم الأوكراني. مو البيرقدار، جزيرة القرم كانت أحد الأسباب الرئيسية في عام 2014 لاحتلال روسيا لجزيرة القرم كان الأتراك. كان اتفاق سري ما بين أردوغان وبوتين بوقتها، اللي بعدها اجت صفقة الإس 400 وهذا ما ذكر بالإعلام أبدا. فعمل الأتراك ظنا منه بأن الروس رح يأخذوا جزيرة القرم التاريخية التي تدعي تركيا، واللي هي موجودة في الاتفاق الملي اللي تركيا تطمح أنه تحصل على جزيرة القرم. وكان يظن الأتراك أنه روسيا رح تأخذ جزيرة القرم ورح تخلي تركيا أيضا يكون لها نوعا ما سلطة على جزيرة القرم، كونه أنه في أتراك كتير بالأصل اللي يتحدثون باللغة التركية اللي كانوا يعيشون في جزيرة القرم. وجزيرة القرم كانت تقريبا آخر جزيرة عثمانية تم التخلي عنها باتفاقية أنقرة، وما تسمى باتفاقية سيفر واحد بعد الحرب العالمية الأولى. فالأتراك كانوا يأملون أن يحتفظوا بجزيرة القرم لفترة طويلة جدا أو تبقى مع الدولة التركية الحديثة، طبعا الدولة التركية الحديثة. فحاولوا أنه يصلخوها من أوكرانيا وبعدين يكون لهم مع الروس سلطة على جزيرة القرم. طبعا مثل ما قلت لكم أهل القرم هم ما لهم أتراك، أهل القرم هم من الأوكرانيين اللي اعتنقوا الديانة الإسلامية وتحدثوا باللغة التركية. فهذا اللي حصل. الأتراك طبعا أمريكا جبرتهم أنه يساعدوا نوعا ما أوكرانيا ومجاملة أيضا. طبعا عرفنا قضية طيارات بيرقدار اللي استهزأ فيها الأوكرانيين واعتبروها خردة، واعتمدوا على الطيارات الأوكرانية المسيرة، وطيارات البيرقدار كلها أسقطت يعني من قبل روسيا. فكمان حصل تاتش قوي جدا ما بين الأتراك والأوكرانيين، لأنه الأوكرانيين طلعوا هذا على الإعلام وبشكل كبير جدا واستهزأوا من الطيارات التركية، فهذا ضر أيضا الصناعات العسكرية التركية وما استطاعت تبيع طيارات بيرقدار. وألغى زيلينسكي أساسا الاتفاق 4 مليار اللي كان موجود ما بينه وما بين تركيا للحصول على طيارات بيرقدار
الأجيال المتقدمة على أساس الأكثر، وهذا عمل أيضا مشكلة كبيرة. طبعا هنا فقط شرحت شلون يعني ممكن روسيا وأوكرانيا تتحالف وتعادي تركيا دولتين متقاتلات وفي بيناتهم صراع، وصراع حدودي كبير جدا، وقتلوا الآلاف من بعض، وممكن يتحالفون ضد دولة ثالثة. نعم، هذا وارد جدا في المصالح المشتركة. نعم، السياسة كل شيء جائز فيها وكل شيء وارد فيها، وخارطة التحالفات دائما تتغير. وهذا الدور اللي عم بتقوم فيه الغرب لتقسيم تركيا، جعلوا من كل دول الجوار أعداء لتركيا، ودخلوا الأتراك في مشاكل مع الدول كلياتها من حيث لا يشعرون. وهذا غباء الدبلوماسية التركية، وهي غباء الدبلوماسية التركية. وشوفوا، اسمعوا كويس، الاستخبارات الأوكرانية، موسكو توسع وجودها العسكري في أرمينيا تمهيدا لصدام مع أذربيجان. أعلنت الإدارة الرئيسية للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية هي أو إر أن روسيا شرعت بتوسيع وجودها العسكري في أرمينيا وسط تصاعد التوترات مع أذربيجان. وفقا لبيان صادر عن هي أو إر، فإن موسكو تخطط لإشعال صراع جديد في المنطقة جنوب القوقاز من خلال تعبئة عسكرية واسعة تشمل إرسال قوات من مناطق روسية متعددة. نعم، سترد موسكو على تركيا مرة تانية وتضرب أذربيجان وتشلح على الأراضي اللي أخذتها من أرمينيا. بتصدقوا أنه أنا ماني قاري شي؟ والله العظيم بعثوا لي الشباب التقارير الآن قبل دقائق، وأنا تحدثت عن هذا الموضوع من عقلي، وعم يتطابق كل شيء بقوله، عم يتطابق كل شيء بقوله. نرجع مرة تانية. أعلنت الإدارة الرئيسية للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية HOR أن روسيا شرعت بتوسيع وجودها العسكري في أرمينيا وسط تصاعد التوتر مع أذربيجان. وفقا لبيان صادر عن HOR، فإن موسكو تخطط لإشعال صراع جديد في منطقة جنوب القفقاز أو القوقاز من خلال تعبئة عسكرية واسعة تشمل إرسال قوات من مناطق روسية متعددة. وقالت الاستخبارات الأوكرانية وحدات عسكرية جديدة نشرت في القاعدة الروسية الواقعة في مدينة غيورومي شمال غرب أرمينيا، مضيفة أن الجنود المرسلين جاءوا من سورتوف وفولغراد وشبه جزيرة القرم إلى جانب متطوعين من مناطق قوقازية مثل أوستيا الشمالية ووديغيا. وأشارت وكالة المخابرات الأوكرانية إلى أن التحركات الروسية تهدف إلى خلق توتر عرقي سياسي متعمد وإلى إشعال صراع مسلح محتمل مع أذربيجان على خلفية التوترات المستمرة بين البلدين بعد حرب غورانو وكاراباخ الأخيرة. وأكد المتحدث باسم HOR أندريا يوسوف أن التصعيد الروسي يبدو مخططا مسبقا، وأن موسكو تسعى من خلاله إلى بسط نفوذها مجددا في منطقة تعتبرها تقليديا جزء من مجالها ونفوذها الجيوسياسي. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه الآن، أليس موسكو هي اللي ساعدت تركيا وأذربيجان وجبرت الأرمن بالانسحاب من ناغورني كاراباخ، واشترط أنه هي تحط قوات روسية فاصلة بين الطرفين؟ طيب، شو ما بدا أنه موسكو الآن تغير رأيها وبدها تحارب أذربيجان وتشلح أذربيجان ناغورني كاراباخ مرة أخرى. هذا يثبت كلامي اللي قلت لكم إياه قبل شوي، بأنه الروس أحسوا بالخيانة العظمى من الأتراك وليس من الأذريين، لأنه أساسا الروس والأذريين ما في بيناتهم حلف، لكن أحسوا بالخيانة العظمى من الأتراك، فلذلك بدهم يرجعوا يأخذوا ناغورني كاراباخ من أذربيجان
ويعاقبوا تركيا. طبعا وكالة الأخبار أو وكالة المخابرات الأثرية سعيدة بهذا الشيء. ليش؟ لأنه بيخفف عليهم الحرب. إذا حصلت حرب ما بين أرمينيا وأذربيجان. طيب، سؤال لجميع الأخوة: متى كانت الحرب الأذرية الأرمنية واللي الروس كانوا مشتركين معها؟ وبعدها بكم شهر انطلقت الحرب الأوكرانية. وشو الرابط ما بين ناغورني كاراباخ، يعني الحدود الأرمنية الأذرية والمعبر الوحيد اللي ممكن يصل إلى الأراضي التركية، والحرب الأوكرانية؟ هذا قادر يفسر الرابط ما بيناتهم. انتهت روسيا، سلمت ناغورني كاراباخ إلى أذربيجان بوساطة تركية أو توافق تركي، وذهبت مباشرة إلى حرب أوكرانيا. صح ولا لا؟ المحادثات السلام اللي تتم ما بين أوكرانيا وروسيا، هل تعتقدون أو تشاطرون الرأي بأن روسيا الآن سوف تسعى إلى مباحثات سلام مع أوكرانيا وإنهاء الوضع في أوكرانيا والتوجه إلى القوقاز؟ لأنه بالأساس المشروع من دون معبر ناغورني كاراباخ فاشل، والروس بيهمهم يوصلوا فقط للبحر الأسود. شوفوا، روسيا هي أكبر دولة مساحة في العالم. روسيا هي دولة أكبر مساحة بالعالم. ما بيهم على الأراضي أنه تأخذ كتير، ما بيهم هذا الشيء، لأنه قارة روسيا لحالها. عدد سكان روسيا كم؟ مين بيعرف؟ 150-60 مليون، خلينا نقول على أعلى تقدير. هل تعلمون أنه مساحة روسيا تأخذ نصف مساحة آسيا كلياتها، وهي أكبر القارات؟ خلي 120 130 140، يعني ما بيتجاوز مثل عدد سكان الصين مثلا، أو مثل الهند أو غيرها وغيرها، مع أنه روسيا تعادل مساحة الصين والهند وباكستان وأفغانستان والوطن العربي معها كله. إذا هنا شوف، روسيا لديها كل أنواع المناخ، لديها كل أنواع المناخ. عندها سيبيريا المتجمدة، وعندها الحدود اللي موجودة على منغوليا صحراء، وعندها الجبال، وعندها الوديان، وعندها الطبيعة المعتدلة، وعندها كل شيء، قارة لحالها كلياتها. روسيا فقط ينقصها منافذ بحرية. شلون؟ نعم، لأنه المناطق اللي موجودة في السواحل الروسية أغلبها هي مناطق متجمدة، في الشتاء لا ينفع فيها الملاح، وصعبة جدا، وتحتاج إلى كاسحات جليد لحتى تستطيع البواخر أنه تخرج منها. كانت تحتاج إلى منفذ واحد على البحر الأسود، وهذا المنفذ كان يحقق جزيرة القرم لوحده يكفي. طبعا عندها مشكلة هنا، أنه البحر الأسود هو بحر مغلق، ولا يستطيع أي بواخر روسية من العبور إلى العالم إلا عن طريق وين؟ معبر البوسفور، اللي ممكن الولايات المتحدة الأمريكية تغطي هذا المعبر وتقطعه على البواخر الروسية بشكل نهائي. فما بينفع جزيرة القرم وحتى البحر الأسود إذا ما سيطرت على معبر البوسفور. وهي هي المصالح الروسية اللي كانت مع أردوغان وقتها بشكل كبير. فشفنا التقارب الروسي مع الأتراك بشكل كتير، وخصوصا في سوريا. يعني دولة تسقط طيارة لدولة تانية، اليوم التاني بيلتقوا مع بعض وبيأكلوا بعض بوظة. سفير دولة بينقتل في دولة تانية بتقوم عليها حروب، ومع ذلك الروس
اقتربوا من الأتراك وكذا لمصالحهم اللي موجودة. يعني أنت شوف البواخر من جزيرة القرم تعبر البحر الأسود، مضيق البوسفور تصير بالبحر المتوسط، صارت في طرطوس، أو صارت في ليبيا، بتمد قواعدها اللي موجودة في شرق أو في وسط أفريقيا. أنا أطلت كتير بالموضوع، وهذا يحتاج إلى ساعات طويلة جدا لشرح كل هذه المواضيع، بس حبيت أعطي فكرة ولمحة نوعا ما مختصرة بالصراعات اللي عم تحصل في المنطقة كلياتها. طبعا مثل ما قلنا لكم الآن الأمريكان عرفوا يلعبوها صح بشكل كبير جدا، تم دق السفين. ولما أنا كنت بقول لكم بداخل تركيا بعد سنة راح تصير الانفجارات، طبعا مو بقصد فيها انفجارات يعني عسكرية وكذا، لا، الانفجار السياسي اللي راح يصير في داخل تركيا راح يكون جزء كبير منه للروس يد فيه، وهذا أمر حامل للغاية، وهذا ما يدفع الأتراك بشكل سريع جدا الآن مثل ما قلت لكم إغلاق الجبهة الشرقية. الإغلاق الجبهة الشرقية يعني الكرد، يعني إيران، الحدود الإيرانية، يعني باشور كردستان، يعني روجافا، يعني باكور. يجب حل المواضيع هاي بأسرع وقت ممكن، لأنه الجبهة الغربية راح تنفجر قريبا والكل يتربص في تركيا. وهذا اللي شفناه اليوم، انه بده يروح اردوغان لعند عبد الله وجلان يقابله. نعم، هاي مفارقة تاريخية ما حصلت عند الأتراك نهائيا، لكن مضطرين. طيب، هل ستنجح عملية السلام اللي يطمح إلها أردوغان؟ وهل ستتحقق أهداف عملية السلام؟ هذا حديث آخر، أنا لا أعتقد. وحتى إذا تم ما راح يأثر نهائيا، سيتم إنهاء القوى الكردية سياسيا وعسكريا، لأنه راح تصير واقفة ضد المصالح الغربية. ولا أعتقد أبدا أنه القوى الكردية اللي موجودة خصوصا في باكور كردستان سواء سياسية أو العسكرية، ما بقول لكم بعض الشخصيات المستفيدة واللي بتحاول أنه تحصل على مكاسب من أردوغان، مكاسب حزبية، مكاسب مناصب، أموال، مثل ما يحصل مع كل زعماء المعارضة، هذا أمر مختلف. لكن القوى العسكرية والسياسية اللي هي حقيقية وكردية ما أعتقد أنه تراوغ فقط بالوقت، ما أعتقد أنه تعمل أي سلام مع تركيا، لأنه تركيا ما راح تعمل السلام، هي بتحب بس حابة أنه تعدي الأزمة اللي موجودة فيها. طيب، خلينا نقرأ في كمان تقرير لأحمد رزان، مقالة عامة من الصحافة التركية. طبعا هنا ترجمة كمان بدنا شوي نكون حذرين بالقراءة، لأنه أحيانا الترجمة بيكون فيها نوعا ما غير دقيقة يعني بشكل كبير، بس نستطيع أنه نفهم الموضوع كلياته. يقول أحمد رزان، مقالة من الصحافة التركية: الهيكل التنظيمي لكيجاكي وباكاكي يسعى إلى تخريب العملية، يقصد فيها العمليات السلام. مصطفى قارسو يطالب بالحكم الذاتي ويدخل في مساومة، لا يمكن أن يتم ذلك بمجرد قول تعالى وألقي سلاحك. يعني حتى بالحكم الذاتي مرضي، يعني شوفوا، يعني بلشوا القوى الكردية تطالب بالحكم الذاتي في جنوب شرق تركيا. بينما تناقش مواعيد تخلي حزب العمال الكردستاني باكاكي عن السلاح، شرح زعماء الإرهاب في قنديل في اتخاذ خطوات تهدف إلى تخريب العملية. وقد دخل على الخط مؤخرا مصطفى قاراسو، أحد قادة الهيكل الأعلى باكاكي والمعروف باسم كيجاك، وبتصريحات مثل العملية وصلت إلى طريق مسدود. يعني مصطفى قاراسو قال أن العملية وصلت إلى طريق مسدود. بدأ قراسو سلسلة من المساومات تمتد من حق الأمل إلى التعديلات القانونية، قائلا لا يمكن أن يتخذ الأمر بمجرد قول القوا السلاح. واتهم قارسو المعروف بتلفيق ادعاءات على استخدام القوات المسلحة التركية TSK للأسلحة الكيماوية. طبعا هنا المجلة بتكتب، شوف عقلية الأتراك، بشوف في نية، ما عم تكتب بعيادية وكذا، لا، بتتهجم على قارسو. لكن احنا بيهمنا الجوهر، ما بيهمنا الأسلوب أو
رأي الصحفي أحمد زرن. هناك جهة داخل الدولة تريد إفشال العملية، كما هدد قائلا: لن تأتي الديمقراطية والحرية إلى تركيا قبل الحل القضية الكردية. طبعا هنا مصطفى قرصو يقول أن هناك جهات في الحكومة التركية تريد إفشال عمليات السلام، ويقول أنه لا يمكن أنه إلقاء السلاح وحل القضية الكردية إلا عن طريق الديمقراطية والحرية إلى تركيا قبل حل القضية الكردية. يعني مستحيل يصير ديمقراطية في تركيا ويصير سلام قبل حل القضية الكردية، مطالبا بالحكم الذاتي تحت مسمى الإدارة الذاتية. مصطفى قرصو يطالب الحكومة التركية بالحكم الذاتي تحت مسمى الإدارة الذاتية قبل إلقاء السلاح قبل أي شيء. يقول الكاتب الصحفي أحمد زرن: بعض الجماعات داخل باكيكي تواصل خطواتها لإفشال عملية تركيا بالإرهاب دون توقف، ورغم تصريحات زعيم المنظمة عبد الله أوجلان قائلا آبو ليس مسيحا نزل من السماء، ورغم تصريحاته حتى مصطفى قرصو يقول أنه آبو القاضي عبد الله أوجلان ليس مسيح منزل من السماء. لم تفهموني منذ 50 عام، يعني أنه سروك آبو يقول: أنا لست مسيح، مشان الترجمة على المضبوط، أنا لست المسيح منزل من السماء، ولم تفهموني منذ 50 عام. يقول: وتصرون على التخلف. هذا يعني أنه بيخاطب عبد الله أوجلان رفاقه، بيقول لهم: أنتم 50 سنة ما فهمتوني، وأنا ماني المسيح المنزل من السماء، وتصرون على التخلف وتفرضون أنفسكم كعقبة أمام الحل. شوف الشرخ اللي حابب يعملوا ما بين حركة التحرر الكردية والقائد عبد الله أوجلان. هنا بيستخدمون القائد عبد الله أوجلان وميتين على الحل، لكن ما بدهم يعطوا حقوق. أهم شيء نزع سلاح حزب العمال الكردستاني قبل الانفجار العظيم في تركيا، وأنا سميته الانفجار العظيم اللي راح يحصل في تركيا. هذا الهدف منه، مو حقوق الكرد ولا عملية سلام ولا أي شيء. الضحك على القضية الكردية بعد التعديلات الدستورية في البرلمان التركي التي ليست لها أي قيمة. وأهم نقطة: عزل القائد عبد الله أوجلان عن شعبيته والقاء باكاكي للسلاح. هذا هدف الأتراك الوحيد، غير هيك ما في شيء ثاني، حتى يستطيعوا أن يستمروا ويكون هدوا الجبهة الشرقية بشكل كامل ويتفرغوا للجبهة الغربية لحتى تنتهي الأزمة اللي بيظنوا أنه تركيا راح تستطيع أن تتغلب على الأزمة القادمة العاصفة، وأنه تركيا راح تعدي المرحلة هاي وراح تكون متوحدة. وهم واهمين بهذا الموضوع على فكرة. خلينا نرجع نعيد. يقول في تصريحاته أنه القائد عبد الله أوجلان حسب أحمد زرن شو بيقول؟ بيقول للناس أو أتباعه: أنا لست المسيح المنزل من السماء، كفى. طيب ما دامك أنت مانك المسيح المنزل من السماء، احنا مضطرين نسمعك أيضا. طبعا هنا أنا أرد على أحمد زرن وليس على القائد عبد الله أوجلان، لأنه أنا بعرف أنه تصريحات هاي مو تبع القائد عبد الله أوجلان، هم ملفقينها للقائد عبد الله أوجلان. بيقولهم: لم تفهموني منذ 50 سنة، وهي أنا بتفق معه أنه فعلا كثير من الناس ما فهموا فكر القائد عبد الله أوجلان منذ 50 سنة. وتصرون على التخلف. في قائد بالعالم كلياته يقول لأتباعه اللي هم بالملايين وحزبه: أنتم متخلفين؟ في حدا قائد بالعالم كلياته يقول لأتباعه وأنصاره وحزبه والقيادة العسكرية أنتم متخلفين؟ ما في هذا الشيء. وتفرضون أنفسكم كعقبة أمام الحل. يقول إنه أنتم سبب، وأنتم عقبة، لأنكم ما عم تلقوا السلاح وما تنصعون لأوامري، وأنتم متخلفين، فأنتم عقبة أمام الحل. يعني هلا احنا شو بدنا نسوي باعتبار انه القائد قال هيك؟ كلياتنا نصير نكره القائد ونقول عليه متخلف
حشا طبعا، وإنه هو عميل وهو حسن خيري وباع القضية. هذا هو الأتراك بدهم يوصلون لنا له. فهمتوا؟ تشويه شخصية القائد عبد الله أوجلان أمام أتباعه وحزبه وشعبه. تتذكروا الحلقة اللي بالكردي قبل 7 أو 8 أشهر اللي قلت لكم هم يحاولوا يلبسوا القائد عبد الله أوجلان ثوب حسن خيري؟ تتذكروا هذا الكلام؟ هذا هو نفس المخطط اللي بيقوم عليه الأتراك. وحتى لو أردوغان طلعوا لنا فيديو قصير من دون حكي، أردوغان والله قابل عبد الله أوجلان وقعدوا مع بعض وشربوا قهوة ودخنوا وشربوا متى يعني. حتى هل هذا رح يبدل شيء من عقليتنا نحن ورح نثق في الأتراك؟ لا طبعا أكيد. شوفوا، بدي أقول لكم كلام مهم للغاية. قرار الحقوق الكردية ليس بيد شخص، ولا حتى عبد الله أوجلان، ولا حتى مسعود البرزاني، ولا حتى أي إنسان موجود على وجه الكرة الأرضية، مشان تعرفوا. وهذا رسالة للأتراك نفسها. نحترم قادة، نعم، نحترم أفكارهم وكذا، لكن القرارات المصيرية المتعلقة بحقوق الشعب الكردي ما انها بأيدي أشخاص. هذا يقرر عنها الشعب الكردي فقط مهما حاولتوا وعملتوا. السيد عبد الله أوجلان كل الحب والاحترام له ولفكره وللتضحيات اللي قدمها، لكن لا يستطيع أن يقرر عن الشعب الكردي كلياته. ولن نسمح كشعب كردي أبدا مين ما كانت الشخصية الموجودة بأنه تقرر من بدال الشعب الكردي كله. هذا مستحيل. رجل قدم فكر، أخذنا منه، استفدنا، شكرناه ونحترمه، وله قدر واحترام خاص عند الشعب الكردي، وانتهت مهمته. الباقي الشعب الكردي هو قادر أن يشق طريقه ويكمل، وعنده أجيال ومثقفين وشباب وسياسيين يستطيعون القيام بملايين الثورات. ما بدي أقول آلاف، أكثر، حتى ملايين الثورات. وقرار الشعب ما بيكون بإيد شخص، وانتم واهمين. لا حتى تستطيعون تغيروا صورته عندنا وتعملوه خاين، ما بنعترف فيه. احنا بالنسبة لنا بتاريخ اللي تم اعتقال فيه القاضي عبد الله أوجلان، بالنسبة لنا ما بناخذ بأي قرار يصدر. انتهى هذا الموضوع نهائيا. بالنسبة لنا قبل هذا التاريخ كل ما قالوا عبد الله أوجلان من فكر وسياسة وكتب وفيديوهات كلياته نأخذ به، لأنه ما كان معتقل. وبدي أرجع أكرر كلام مهم جدا لشخص عبد الله أوجلان نفسه، اللي ذكره في مناسبات عديدة جدا، وقال فيها: أنا إذا تم اعتقالي شو ما صدر مني وشو ما حكيت ممنوع عليكم العمل به. وقال لها رفاقه باللغة التركية وبالكردية، وكررها مو مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، لا، كررها في مناسبات. أنا بطلع جوز عيونه مين ما يجي وبيقول لي لا هذا الكلام غير صحيح. فلذلك أي شيء يصدر من القائد عبد الله أوجلان وهو معتقل لن يأخذ به الشعب الكردي نهائيا ولا رفاق. وهذا أكبر خطأ تاريخي، وأنتم هنا تناقضون فكر القائد عبد الله أوجلان نفسه. من يأخذ بأي قرار من القائد عبد الله أوجلان وهو موجود في المعتقل أو في السجن يعتبر خائن لفكر القائد عبد الله أوجلان. أنا بقول هنا بكل قوة، هو بيكون خاين لفكر القائد عبد الله أوجلان اللي بيحبه وبيحب فكره وفهمانه مظبوط. يجب أن ينفذ كل كلامه، مو يأخذ جزء ويترك جزء آخر. وهذا نقطة هامة للغاية. فكل ما صدر، كل شيء صدر من عبد الله أوجلان وهو في السجن أنا لا أعترف به شخصيا، ولا حتى في الأفكار اللي طلعت بعدين وتعديل وكذا وأمور. بده يجي واحد بيقول لي والله من طريق المحامي عن طريق، أنا لا أؤمن إلا بما قاله عبد الله أوجلان. عندما أعتقل شو بيطلع مني فكر أو كلام أو أي شيء لا تأخذوا فيه، وأنا على هذا المبدأ ماشي.
ما باخذ فيه، وما بدي أعيد بهذا الموضوع كتير. خلونا نكمل. يقول: ورغم تصريحات زعيم المنظمة عبد الله أوجلان قائلا: آبو ليس مسيحا نزل من السماء كفى، لم تفهموني منذ 50 سنة وتصرون على التخلف. يعني أبو بيقول رفقاته: أنا ماني مسيح منزل و50 سنة ما فهمتوني يا متخلفين. وتفرضون أنفسكم كعقبة أمام الحل، يعني وأنتوا سبب أنه عقبة أمام الحل. إلا أن زعماء الإرهاب في قنديل، يقول الصحفي، يواصلون مقاومتهم، يعني ما بيسمعوا له ما بيسمعوا لكلامه. فهمت علي شلون؟ هذا هو الصح طبعا. زعلان الصحفي التركي، زعلان لأنه إحنا ما بدنا نسمع كلام القائد عبد الله أوجلان، وما عم نرمي السلاح، ونحن عقبة في طريق الحل. فهو زعلان، يعني زعلان على القائد عبد الله أوجلان، ويعتبره رمز كبير جدا المفروض نسمع كلامه. اسمعوا: تخريب منهجي من قادة المنظمة، نرفض تركيا بلا إرهاب. يعني قادة منظمة حزب العمال الكردستاني تقول وتعمل بتخريب منهج لعملية السلام، وترفض أن تكون تركيا خالية من الإرهاب. تركيا خالية من الإرهاب، لا يمكن أن تكون تركيا خالية من الإرهاب. بعدين شو هو مفهوم الإرهاب؟ لا يمكن أن تكون تركيا خالية من الإرهاب وفيها هضم لحقوق الشعب الكردي. هذا أمر طبيعي جدا. افرضوا الديمقراطية وأعطوا الإدارة الذاتية والحكم الذاتي للشعب الكردي الموجود في تركيا، وقتها سينتهي كل شيء. يعني ما تسمونه الإرهاب أيضا سينتهي. نحن بمفهومنا ما هو إرهاب، هو احنا بمفهومنا هو مطالبة حقوق حركة تحرر كردية هاي، لكن بمفاهيمكم انتم اللي بيعاديكم بتسموه إرهاب. هاي مشكلتكم. طيب، القادة الذين تخلوا شكليا عن اسم باكيكي لكنهم قالوا لن نتخلى عن النضال المسلح، مثل هيلين أوميت ودوركان كالكان، حاولوا القيام بأعمال تخريبية. فقد قالت أوميت أن النساء المسلحات في قنديل لن يتخلين عن السلاح أبدا. وأضافت: نرفض مفهوم تركيا بلا إرهاب، نحن قلقون من سرعة تطور العملية، ولا أحد يستطيع إجبارنا على إلقاء السلاح بهذه الطريقة. أما دوران كالكان فقد هاجم لجنة تركيا بلا إرهاب التي يجري التحضير لها في البرلمان التركي بدعوة من زعيم حزب الحركة القومية دولة باختشلي. ثم دخل مصطفى قاراسو قائد هيكل كجكي على الساحة. حاول قاراسو المساومة عبر إيميلي، وذهب إلى أحد المطالب بالحكم الذاتي تحت مسمى الإدارة الذاتية. جعد زنجلكي: ليش الأكراد بيطالبون بإدارة ذاتية وحكم ذاتي؟ هذا شيء خطير بالنسبة للأتراك. طيب، وقال هذا الأثر المتحجر للإرهاب من قنديل، يعني يقصد فيها مصطفى قارسو، تم تنفيذ دعوة باختشلي من قبل القائد أوجلان، لكن التعهد الذي قدمه رئيس الدولة، أي حق الأمل ورفع العزلة ومشاركة القائد الفعلية في هذه العملية، لم يتحقق بعد. وبالتالي فإن عملية المجتمع الديمقراطي أو ما يسمى بعملية الأخوة التركية الكردية لا تتقدم كثيرا. وهذا ما ذكرته أنا قبل شهور، وأرسلت توصيات هامة وغاية في الأهمية، وقلت لهم لا يمكن القبول بأي شيء يصدر من القائد عبد الله أوجلان وهو في المعتقل. وأرسلت رسالة واضحة، والحمد لله تم سواء الأخذ بها أو نفس الفكرة عندهم. المهم الهدف واحد وتم تحقيقه، وهذا هو المهم. لا يمكن أن يستمر الأمر هكذا. هناك نقاش الآن حول ما إذا كانت العملية قد توقفت أم لا. نحن لا نقول أنها توقفت، هنا مصطفى قارسو يقول الحديث هذا طبعا، بل نريد أن نفتح الطريق والتطور، ولكن هناك وضع يثير هذه التقييمات، وهذا سببه نهج الحكومة. لا يمكن أن يتم الأمر بمجرد قول تعال وألقي سلاحك. وتبع قارسو المنتمي إلى باكاكي كاجاكي، وهو يضع شروطا قائلا، طبعا هذا الصحفي بيقول قارسو بيحط لنا شروط ومنزعج من هذا الكلام. يقول السيد مصطفى قارسو: لقد قمنا بما يلزم، عقدنا مؤتمرا، تم حل التنظيم يعني باكاكي، تم إنهاء الكفاح المسلح كما قال صديقنا، ماذا تريدون أكثر؟
هل ترك السلاح أم لا؟ هل يوجد شيء هكذا في العالم؟ يعني يقول مصطفى كارسو أنه يعني في حدا يترك سلاحه من دون أي شيء، يعني من دون ما يتحقق شيء. وين القوانين، أو أين القوانين التي أصدرتموها؟ أين ضمانات التي قدمتموها؟ لا يوجد في العالم هكذا نهج. هذا أمر طبيعي. لا يمكن أن يكون الأمر هكذا. تعال ألقي السلاح ثم ماذا؟ هل يريد بنا أن نسلم للضراوي والطيور؟ يعني أنه نسلم سلاحنا ونقعد في قنديل من دون سلاح وتأكلنا الطيور والضواري؟ طبعا بتعرفوا أنتم قنديل فيها أسود وفيها حيوانات مفترسة وفيها كل شيء، يعني فهمت علي؟ لا يوجد في العالم نهج هكذا. لا يمكن أن يكون هكذا، يكون الأمر هكذا. تعال ألقي السلاح ثم ماذا؟ هل يراد بنا أن نسلم للضواري والطيور؟ هذا غير ممكن. الإنسان لديه دافع ذاتي يريد حتى حماية وجوده، لذلك فإن الغموض والسم الذي تضخه مثل هذه النقاشات يمثل موقفا مناهضا لعملية السلام هذه، يعني أنكم لا تريدونها، يعني لا تريدون عملية السلام. هذا ما نفهمه، وبالتالي يجب على الجميع أن يتخذوا موقفا صحيحا ونهجا سليما. لا يوجد شيء حقيقي من عملية السلام تم إنجازه حتى الآن، ومع ذلك ما زال ينتظرون منا افتراءات الأسلحة الكيماوية ضد القوات المسلحة التركية. هذا الصحفي بيقوله. وجه قارسو اتهاما باطلا للقوات المسلحة التركية باستخدام الأسلحة الكيماوية في محاولة خبيثة ومتعمدة لتخريب عملية السلام. وفي الوقت الذي تجاهلت فيه سلسلة التصريحات المتكررة في قنديل لن نلقي السلاح، لجأ إلى كذبة جديدة قائلا هناك جهة داخل الدولة تريد إفشال هذه العملية. تصريحات وقحة ومطالب بالحكم الذاتي. يعتبر أن التصريحات بالمطالبة بالحكم الذاتي هي وقحة. هذا تركي. وفي متابعة لكلامه قال الإرهابي التابع لباكاكي وكاجاكي: وماذا يمتلك الكردي؟ ما هي الحقوق التي يستخدمها؟ هل يستخدم لغته؟ هل يمارس ثقافته؟ هل لديه إدارة ذاتية؟ لا شيء. وبهذا طالب بالحكم الذاتي، ثم أطلق تهديدا قائلا: لن تأتي الديمقراطية والحرية إلى تركيا قبل حل القضية الكردية. هنا عنده عنوان آخر طبعا من نفس الصحيفة، كاتبه: تخريبات سماسرة الإرهاب في قنديل ضد تركيا بلا إرهاب. يعني مسمين عملية السلام بتركيا بلا إرهاب. تخيلوا، ما بيقولوا عملية سلام الأتراك. شوفوا الخباثة والنجاسة اللي موجودة عند الأتراك. مسمين عملية السلام وحقوق الشعب الكردي تركيا بلا إرهاب. في اجتماع مجلس الوزراء الأخير أشار الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أقوال وأفعال بعض العناصر داخل التنظيم الهادفة إلى تخريب العملية قائلا: يبدو أن هناك بعض العناصر التي تحاول تخريب العملية، ليس فقط داخل البلاد، وأردوغان يقول، بل داخل التنظيم نفسه. دولتنا تملك الخبرة الكافية لتفادي هذه الفخاخ، ولكن عندما تكون هناك خطوات ضد أمتنا القومية، يعني القومية التركية، فإننا لا نراعي أحدا، وسنسحق رؤوس المعتدين واحدا تلو الآخر. شفتوا الخطاب؟ هذا واحد بده سلام وبده يعطي حقوق الكرد بهالطريقة والعنجهية هاي اللي بيتحدثوا فيها. أن لا في عملية سلام، وستبدو محاولات التركي كلها بالفشل، صدقوا فيه. وهؤلاء كم واحد اللي موجودين والبرلمانيين في دم بارتي ستدخلون مزابل التاريخ، لأنكم بعتوا قضيتكم وبعتوا مبدأكم وبعتوا مفاهيمكم، وبدأتم تهرولون وراء أردوغان في سبيل مصالح حزبية بسيطة ومناصب وبعض الأموال. سيبزق عليكم الشعب الكردي وتدخلون التاريخ الأسود للشعب الكردي. وكل ما يحاك أو يقال على لسان قاضي عبد الله وجلان هو كذب. وحتى لو طلع القاضي عبد الله وجلان وقال هذا الكلام بشكل مباشر وبفيديو هو بالمعتقل، لن نعترف بهذا الكلام، ولن يمثل لنا هذا الكلام سوى مسرحية هزيلة سنضحك عليها نحن الشعب الكردي. ومثل ما قلنا لكم، قرار حقوق الشعب الكردي ليست بيد شخص. لا يستطيع أي شخصية مهما كانت ومهما كانت قدسيتها
أنه تتخذ القرار بدلا عن الشعب الكردي، هذا انسوه. وأي شخص يحاول بمساس بحقوق الشعب الكردي والعبث بها سيحرق تاريخيا عند الكرد. نعم، الشعب قادر يعمل كل شيء، الشعب هو القرار، هو الأساس في كل شيء، ما بيستطيع حدا يعمل شيء. تركيا ذاهبة للتقسيم لا محالة، ما في حل. ومين بده يبيع هو اللي راح ينحرق، اللي بده يبيع هو اللي راح ينحرق في المستقبل. وأدركت قيادة حزب العمال الكردستاني العسكرية على الأقل الموجودة في قنديل كل المؤامرة اللي عم تحصل، وفهمان الوضع كلياته، وهي أساسا أيضا تماطل بالوقت، هي بس فقط هي مماطلة بالوقت. والاثنين الأتراك وباكك اثنيناتهم عم بيستثمروا في تصريحات اللي بينسبوها للقاضي عبد الله أوجلان، إن كانت حقيقية ولا لا. الاثنين عم بيستفيدوا منها، الاثنين عم بيشتغلوا عليها على فكرة. الأتراك بيمرقوا الرسائل الميتو وبيحاولوا أنه يطلعوا فيها من مكاسب كبيرة جدا، وحزب العمال الكردستاني عم بيساير بالموضوع وبيكسب الوقت وماشي معاها وبيستثمر فيها، مشان تعرفوها الاثنين. على كل، في عندنا بيان دم بارتي اللي طلع بعد لقاء قائد عبد الله أوجلان، شوفوا ثقافته، إلى وسائل الإعلام والجمهور، إلى وسائل الإعلام والرأي العام، بيان وفد حزب دم بارتي إلى سجن إمرلي. اليوم عقدنا كوفد اجتماعا مثمرا للغاية مع السيد عبد الله أوجلان في سجن إمرلي، استمر لمدة 2.5 ساعة. كان السيد أوجلان في حالة صحية ومعنوية جيدة، وشدد خلال لقائه على أن العملية تمر بمرحلة جديدة، وأعرب عن أن علينا جميعا مسؤوليات فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات العملية مع الخطوات الجديدة التي سيتم اتخاذها. وأشار إلى أن أعضاء الوفد يولون أهمية كبيرة للمقابلة التي سيجريها السيد الرئيس، ووصف هذه المقابلة بأنها تاريخية. وبالمثل أكد أن اللجنة التي سيتم تشكيلها في البرلمان التركي ستلعب دورا كبيرا في تحقيق السلام والحل. وقد لاحظنا أن أمله وثقته وإيمانه بقوة مساهمته في هذه العملية هي عملية تحول الديمقراطي في تركيا قوية للغاية. تركيا قوية للغاية، يعني هدفهم هو، يعني هدف القائد عبد الله أوجلان وهدف أعضاء دم بارتي حسب ذكرهم هو أنه يحصلوا على تركيا قوية جدا. تركيا قوية جدا.